هل تعلم أن كاظم إسماعيل قاطع هو أول شاعر كتب على التجليبة والنصاري في شطر واحد؟ حتى نعرف شلون صار هذا الشيء خليكم ويانا وتابعونا. أنا الشاعر مرتضى الحريشاوي ومهتم في مجال الشعر الشعبي وتعليمه. لما نجي ونقول بدأ العام الدراسي وبدت الهموم، هذه القصيدة المشهورة والمعروفة، كل احنا نعرف هذه القصيدة هي على وزن النصاري، لكن في حركة بسيطة في الأداء يتحول عندنا هذا الوزن إلى التجليبة. نقرأ: بدأ العام الدراسي وبدت الهموم. هنا من قريته صار تجليبة، انقطع مثل ما قريته. بدأ العام الدراسي وبدت الهموم، مفاعيل مفاعيل مفاعيلان، إذا تجليبة. هسه نقرأ بطريقة ثانية: بدأ العام الدراسي وبدت الهموم. هنا ما قريته مفاعيل مفاعيل مفاعيلان، هنا قريته بدأ العام الدراسي وبدت الهموم. شوف، مفاعيل مفاعيل مفاعيل. هنا صار عندي يجي واحد يقول ليش ما كاتب بدت؟ هنا صار عندي احنا نسميه الخطف. الخطف شنو؟ وهو خفض الصوت او رفعه لتخطف التفعيله ونرجعها الى مكانها الاصلي. بدأ العام الدراسي وبدت الهموم، بدأ العام الدراسي وبدت الهموم. شوف، هنا صارت مفاعيل مفاعيل مفاعيل، وهنا صارت عندنا مفاعيل مفاعيل مفاعيلان. احنا عندنا الفيصل والحاكم هو شيء واحد، وهو شنو؟ اللحن. هل يا ترى اللحن يقعد لحن التجليبة هنا ويقعد لحن النصاري هنا؟ خلينا نجرب ونشوف. لحن التجليبة هو مفاعيل مفاعيل مفاعيل. بدأ العام الدراسي وبدت الهموم. لاحظ لحن النصاري اللي هو تمنيت الأحبهم ما يبعدون، مفاعيل مفاعيل مفاعيل. بدأ العام الدراسي وبدت الهموم. إذن هذا الشطر عجيب، اشتغل عندنا على لحن النصاري واشتغل عندنا على لحن التجليبة، وأيضا بالتقطيع اجى عندنا على تقطيع التجليبة واجى عندنا على تقطيع النصاري. اللي اريد ابينه اخواني في هذا الفيديو شنو هو الاذن الموسيقية جدا مهمة للشاعر. اقروا عن الاذن الموسيقية، قووا الاذن الموسيقية، راجعوا الاذن الموسيقية، لانه احنا هنا بمجرد ضغطنا على الواو او بمجرد ما سكتنا تحول عندنا تجليبة. من نقول بدأ العام الدراسي وبدت الهموم صار تجليبة، بدأ العام الدراسي وبدت الهموم صار نصاري. إذا أنت حتى بالأداء لازم تحافظ على هيكلية القصيدة اللي أنت نطقتها حتى تطلع القصيدة بشكل صحيح. لا يجي واحد يقول لك أنت عندك زحاف أو صار عندك خلل، ليش قرأت أول شطر عندك صار تجليبة؟ انت راح تقول له لا والقصيده انا كاتبها كلها نصاري. اذا الخلل وين؟ الخلل بالاداء. زين، اما نجي لهذه، هذا شو يسمونه؟ هذا الخلل، هذا هو مو خلل بالنصاري، هذا اسمه زحاف العله المسموح. اكو بيه يسمونه خطا شائع، اللي هو شلون نخطف البيت ونراجع للتفعيله الاصليه، وهذا شارحين به في درس اذا تردون نعيد الشرح عنه. وهذا كل اللي حبيت أبينه. تقبلوا تحياتي، أخوكم الشاعر مرتضى الحريشاوي، مهتم في مجال الشعر الشعبي وتعليمه. تابعونا.